السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي، ايه رأيكم في الجمال ده؟ عملنا مع بعض احلى قطعة حلويات في حلاوة المولد. عملنا القشطة، عملناها بطريقة سهلة وبسيطة، ما خدتش مننا 10 دقايق. وبصوا التغليف بتاعها عامل ازاي، طالعة حكاية. عايزين تعرفوا عملناها ازاي وطلعت بالجمال ده ازاي؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض احلى قطعة حلويات في حلاوة المولد. هنعمل مع بعض القشطة. طبعا كلنا مش هنختلف على الكلام ده. طيب مقاديرنا عبارة عن ايه؟ مقاديرنا عبارة عن كوباية سكر وتلت كوباية مية. ايوه، مقاديرنا هم مكونين بس، اسهل من كده بقى مفيش. وعندنا 3 معالق زبيب و3 معالق جوز هند او جوز هند على فستق كداب. انا كان عندي دول بصراحه جوز هند على فستق كداب، بس لو جوز هند بس كده تمام. تمام حبايبي. طيب، وعندنا كمان اهم مكون بقى اللي هو ايه؟ الجيلاتين. معلقتين كبار جيلاتين، دول لازم ايه نحضرهم قبل ما نبدا في القشطه بتاعتنا. معلقتين كده ايه فرميين، وهننزل عليهم بربع كوبايه ميه. بس وهنقلبهم كده. هنلاحظ ان ايه، بصوا ابتدى يتقل معانا. وهنركنه كده ايه على جنب. ومحضرين كمان الطاجن اللي هننزل فيه بالقشطه بعد ما نعملها. هننزل كمان بشويه زبيب فيه كده وشويه جوز هند. نبقى محضرين ايه كل حاجاتنا. تمام حبايبي. نوزعهم كده. عندك بقى فواكه اللي هي المجففه، حطي منها، بتبقى شكلها جميل قوي. الالوان بتاعتها بتبقى خطيره، بتدي شكل جميل. وهننزل بشويه جوز هند كده. بسم الله، دي اساسي علشان خاطر ايه ما تلزقش مننا. تمام حبايبي. نظبط الدنيا كده علشان ايه مفيش حاجه تعطلنا. بس كده. تعالوا بقى بينا على البوتاجاز علشان نحضر القشطه بتاعتنا. هنجيب الحاجه اللي هنعمل فيها الشربات بتاعنا او العسل بتاع القشطه. هننزل بكوبايه السكر، وهننزل بتلت كوبايه الميه، وهننزل برشه فانيليا تديها طعم وريحه حلوه قوي. وهننزل بتلت كوبايه عسل جلوكوز او 3 معالق عسل جلوكوز. بس كده. مهم جدا عسل الجلوكوز في الوصفه دي. لو ما عندكيش حطي عسل الابيض اللي هو عسل النحل بتاعنا العادي. هنقلب المكونات دي كده مع بعض. اسهل حاجه في حلاوه المولد، اسهل حاجه ممكن نعملها القشطه دي. حاجه كده ايه تحفه وسهله جدا. ليه كده؟ عشان ايه السكر بتاعنا يدوب. كده الشربات بتاعنا ابتدى يغلي. اول ما يغلي بالمنظر ده او بالشكل ده هنسيبه بالظبط دقيقتين 2 وهنقفل عليه.
لا هنختبر بقى ولا الكلام ده، طريقتها سهلة جدا. بس كده هنقفل عليه، هنبتدي بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. كده هنجيب بولة اللي هنعمل فيها القشطة، هننزل بالجيلاتين بتاعنا تمام كده، وهننزل بالشربات اللي احنا عملناه او العسل اللي احنا عملناه، هننزل عليه الشربات اللي احنا عملناه. بس كده هنجيب بقى المضرب الكهربائي بتاعنا، وهنبتدي ايه نضرب المكونات دي مع بعض. هنضربها مش اقل من 10 دقايق، يعني هتاخد يعني معانا 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير. كده جبنا المضرب بتاعنا، نسمي الله بقى، وهنبتدي ايه نضرب المكونات دي لحد لونها ما يتغير معانا، يدينا اللون الكريمي الابيض. كده حبايبي وصلنا للقوام المظبوط، بصوا هو ده القوام المظبوط. شوفوا لونها بقى عامل ازاي، زي الكريمه. هننزل بقى بالقشطه بتاعتنا في الطاجن اللي احنا محضرينه، وهنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله كده، بسم الله، وهننزل بالقشطه بتاعتنا بالشكل ده كده. بصوا نازله عامله ازاي. ما شاء الله طالعه تحفه. ده القوام المظبوط بتاع القشطه. كده حبايبي خلصنا القشطه بتاعتنا، هننزل بقى بشويه جوز هند كده زي اللي احنا ايه حطيناهم في تحت القشطه في القاع، ده مهم جدا. وهننزل بايه بشويه زبيب كده برضو، هزود جوز الهند شويه. حبايبي كده خلصنا القشطه بتاعتنا، هنسيبها 4 ساعات لحد ما تجمد شويه، وبعدين هنشوف الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. ايه رايكم في الجمال ده؟ احلى قشطه لاحلى متابعين. اللي يشوف الفيديو لازم يجربها، مقاديرها موجوده في كل بيت، مقاديرها مش صعبه خالص وموجوده عندنا في كل بيت. هنبتدي بقى نغطيها كده، تمام حبايبي، وهنسيبها زي ما قلت لكم 4 ساعات، وبعد كده هنشوف بقى ايه الخطوه اللي بعد كده. ايه رايكم حبايبي؟ احلى قشطه لاحلى متابعين.
طالعة حكاية حقيقي، تحفة تحفة تحفة. شوف شكلها عامل ازاي، خطيرة. هنبتدي بقى نقطعها مكعبات صغيرة. أنا جايبة كب كيك اللي هي الأطباق الصغيرة بتاعت الكيك دي هنقطع قطع صغيرة فيها، بتبقى شكلها تحفة، تبقى عاملة زي الجاهزة بالظبط. حتى لما بتقدميها لضيوفك بتبقى شكلها ايه، تحفة. تمام حبايبي، هنقطعها قطع صغيرة وهنحطها ايه في الكب كيك ده. ايه رأيكم حبايبي في الجمال ده؟ احلى قشطة لاحلى متابعين. وايه رأيكم في فكرة الاطباق بتاعت الكب كيك دي؟ بصوا الجمال، طالعة تحفة، بوكيه ورد، ما شاء الله، طالعة حكاية. جربوها، الفكرة دي حلوة قوي قوي. حتى لو قدمتيها لضيوفك بتبقى شكلها ايه، مشرف، شكلها حلو قوي حقيقي، حكاية. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله.